يمسح وجهه بالشحم ويشوف الماء تحت الأرض. يقول خذني وأنا جيتك بلا شرط ووعود، خذني عسى ما ياخذك حي مني، خذني عسى ما ياخذك شر والهود اللي يظنونك وافقت حسن ظني. عمر البايح. قصتنا يقال في شخص في بغداد ينادي كل صباح في أحد من أهل نجد، أبي أحد من أهل نجد، يا أهل نجد أبي أحد من أهل نجد. وكل ما قابل شخص قال أنا من أهل نجد، قال من أي منطقة؟ قال أنا من المنطقة الفلانية. قال لا ما أبيك. يقول جلس ينادي 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 إلين حصل شخص قال أنا من المنطقة الفلانية. قال أنا أبيك توصل مكان بالمنطقة الفلانية ولك عندي كيس ذهب. قال أنا معك يلا. يقول مشى من بغداد باتجاه نجد، وصلوا المكان اللي هم يبون بين جبال وعند عين ماء. قال خلك واقف هنا أنا بروح، وإذا قربت للمكان نبي نشوف هو يطلع لنا شيء ولا ما يطلع. قال زين. يقول مشى الرجال هذا وقرب للمكان، يوم بقي حوالي 50 متر تقريبا. يقول هو يطلع بجنب هالعين اللي بالجبل هاللي جو يمه داب أسود، ثعبان ضخم هامه أسود. يقول هو يلتفت يناظر بخويه وقال يا خوي تخبر المكان اللي واجهتك ببغداد؟ قال إيه. قال يا جيت وصوت باسم فلان بن فلان، إذا صوبا هالهامه وترى بيعطيك كيس ذهب مثل اللي أعطيتك. يقول بهالكلام انطلق هالهداب الأسود هالهامه وضرب الرجال ياهو ذابحه. هرب هذا اللي من نجد ومشى معه كيس الذهب وخويه ذابحه الداب. قال أنا بروح أبي لي كيس ثاني بصوت على اسم هالرجال هذا. يقول راح لبغداد مرة ثانية وقام يصوت يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. قال نعم. قال أنت أخو فلان؟ قال إيه. قال أخوك يطلبك الحين. وشلون؟ قال ذبحه هامه أسود هاللون واللون. قال بالمكان الفلاني بنجد؟ قال صحيح. قال كم عطاك؟ قال عطاني كيس ذهب. قال هذا كيس ذهب لك وبي معك. يقولوا جو ثاني مرة يا ما جو عند هالجبل وعند هالعين. يقول يا مقبلوا عليه قال وين ذبحوا؟ قال ذبحوا بالمكان الفلاني. قال منين طلع هالهامة؟ قال طلع من المكان الفلاني. قال شوف أبو وصيك أنا بروح ونذبحهم، أبيك تروح لنفس مكاننا وتصوت على فلان بن فلان أخوي الثالث وتر لك كيس ذهب عنده. قال تم. يقول ها النجدي يتحرى قد يموت بيروح ياخذ الكيس الثالث. وين اضربوه؟ قال اضربوه هنا. يقول هو ينفق عنه حول 5 أمتار على طلعة الداب. يقول يا والله متنسود يخرع. يقول هو يصيحك الصيحة صكت هالجبال منه. يقول هو يدليبه اضربوا يا ذابحه. يقول هو يهرب النجدي. قال الكيس الثالث الله جاب لي ناس مسفة مجانين هذولا يجيبهم ذهب يم هالداب يذبحهم. هذا والله الرزق، وهذا والله هذا والله الفال الزين وهذا الرزق الزين. يقول هو يرجع ثاني مرة لبغداد يصيح يا فلان يا فلان يا فلان. يقول قال سم. قال انت فلان بفلان؟ قال ايه. قال اخوتك فلان وفلان؟ قال ايه. قال ذبحهم لهم هامة بنجد. قال وين هو؟ تدلوا زين تدل مكانه؟ قال ايه ادله عرف مكانه. قال ابيك توصلا
ولك كيس ذهب مثلها. يقول هو يجي يقول يا موصلة والمكان. قال وين ذبحهم؟ قال فلان ذبح هنا وفلان ذبح هنا. قال ايه. يقول يا والله يوم طلع الهم، يوم طلع وقام يراعي لهم. يقول هو يجي ويحط ظهره عليه له ويقف له مكان ويخلي وراه له صفات سوداء. قال شوف الذبحن ما وراي أحد. قال وش قصته؟ قال قصته قد يالله ينجيني منه، ولكن هذا كيس الذهب حقك وأنا باقف على هالصفات. يقول هو يقف عند هالصفاء ويقعد يشر الهداب الأسود. يقول هو يصيح يا مسكت هالجبال من صوته. يقول هو يدليبه. يقول يا مقبل عليه هو يروح. هو يضرب الصفاي وهو ينفقش يا منفض خداب وميت. قال هو حارس كنز؟ قال لا لا، الكنز ما بيه اللي هو حارسه. يقول هو يقوم هالعراقي ويشب النار، مع احترامي لجميع اخواننا العراقيين هذه قصة. هو يقول هو يشب النار ويقعد يذوب شحم هالثعبان الاسود هالهامة. يقول ويدهن وجهه ويذوب ويدهن وجهه. يقول النجدي هذا خذ من هالشحم وسوى كذا بعينه. يقول يا قال كذا وسواه ودهنه يا والله يشوف الماء يمشي تحت الأرض. قال وشو هذا؟ وشو هذا؟ الماء 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 يا ولد. يقول هو يلتفت راعي له عراقي. قال وش سويت؟ قال عملت مثلك. قال تشوف شيء؟ قال يشوف ماء يمشي تحتنا. قال شوف هذه غلطة أنا ما انتبهت لك قبل تمسحها، فلكن شوف أنا وأنت كل واحد من طريق، ولا أسمع أنك طبيت الديرة اللي أنا طبها. تبي تدور رزقك وتدور هالدفاين أبعد عن منطقتي. يقال هذه قصتنا تفرقوا وكل راح بحال سبيله، والله أعلم هل هي حقيقة ما هي حقيقة، إنما هي قصة متوارثة. والسلام عليكم ورحمة الله. أخوكم عمر البايح، مع السلامة.